هنعمل حتة لحمة لوز. عندي حتة لحمة لوز كده جبتها من الجزار، جميلة جدا تستاهل بقكم. هنعملها النهاردة بطريقة جميلة ومختلفة وزي ما انتوا شايفين كده. ومعاها شوية خضار بقى حلوين هيفتحوا نفسك على الأكل انت والولاد. وإلا جوزك لما يدوق الأكلة دي هيبوس ايدك، هيشكرك ويقولك اعمليها لنا كل يوم. تعالوا نشوف الطريقة. اللهم ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. زي ما قلت لك، ما عندي حته لحمه لوز كده جبتها من الجزار. وطبيعي بقى كده الجزار بيديك حته لحمه سمينه في القطعيه اللي انت بتقطعيها اهي. انا اوقات بستغنى عنها، بحطها في الكفته او بحطها في الحواوشي. بستغنى عنها، بس في الاكله دي انا مش هستغنى عنها، انا هحطها معايا. لان انا هحط اللحمه، شوفوا الحله فاضيه خالص ما فيهاش زيت ولا سمن ولا اي حاجه، مش هستعمل دهون خارجيه خالص. هي اللحمه منها فيها هتنزل السمن اللي فيها وهتنزل ميتها وهتنشف زي ما انت شايفه كده. وهشوحها منها فيها، نشفت خالص اهي والحله ما فيهاش اي ميه ولا اي حاجه. هنزل بقى هنا عندي بصله بعد ما اشوح اللحمه خالص. عندي بصلايه او اتنين زي ما تحبي الكميه دي بتاعتك. انا مش هعمل كباب حلي، انا هعمل لحمه والخضار. عندي فلفل الوان اخضر واحمر، وعندي قرنين شطه، ولو حابه تستغني عنهم مفيش مشكله، انت براحتك. وعندي الطماطم، هنزل بالطماطم، نزلت بالبصل والطماطم والفلفل. التوابل بقى توابل لحمة، فلفل اسود، بابريكا، ربع معلقة جنزبيل، ربع معلقة قرفة. تمام، هيودولك الأكلة دي في حتة تانية خالص. وظبطي الملح بتاعك بقى وقلبيهم كده ببعضيهم. ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. عايزة أقولك الريحة مفحفحة مفحفحة. لوز اللوز لوز اللوز يا أم محمد. عندي بقى جزرة كبيرة أو جزرتين صغيرين زي ما تحب. والجزرة دي هتوديها لك في حتة تانية خالص، هتدي تسكيرة للحمة والصلصة اللي في اللحمة. ولو انت حابة تستغني عن الطماطم ما تحطيش طماطم، عايزة تعمليها ببصل وفلفل بس مفيش مشكلة، بس عشان انا هحط خضار فلازم حطيت شوية طماطم. تمام تمام يا ام محمد. أكلة جميلة ومغذية على الآخر. هنا بقى معايا بطاطسيتين، حبيتين بطاطس وحبيتين كوسة بس. وهنزل بقى بعد اللحمة ما استوت وخلاص هنزل بقى بالكوسة والطماطم لأنهم مش هياخدوا سوا 5 دقايق بس. وهتلاقي البطاطس استوت والكوسة. تمام يا حبايب قلبي، تمام يا أم محمد. يلا نغرف الأكل بتاعنا بقى. الأكلة مش محتاجة غير رغيفين عيش كده بلدي وشوية مخلل فلفل وبتنجان زي اللي قدامكم دول، أنا عاملاهم عندي في القناة. ما شاء الله البطاطس شوفوا بقت تحفة، بقت هريسة كده. استوت على طول، ما خدتش اي وقت. وطبعا انا سويت اللحمة في الاول. الله الله الله، اتفضلوا معانا. بألف هنا وشفا للأكل، وبألف هنا وشفا للي هتعمل الوصفة وتجربها. عايزة أقولك إن أنت ممكن تعملي ربع كيلو لحم، تعملي نص كيلو لحم. لو أنت بقى يعني حسب عدد أفراد أسرتك. تمام، أنا هنا عملت كيلو لحم مفيش غيره. زي ما أنت شايفة كده اللحمة دايبة دوب، شوفي دايبة دوب. وأكلة جميلة وسهلة وسريعة وكله في حلة واحدة. مش هتكلفك بقى حلل كتير ولا تغسلي حلل كتير ولا أي حاجة. وحطي جنبها بقى طبق المخلل الجميل ده. الفلفل ده أنا عاملاها عندي، وهي الطريقة عندكم في القناة لو حابين تشوفوها. يلا حطوا لي لايك بقى وشير وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ أكلات مصرية. ولو أول مرة بقى تشوفي قناتي شرفيني واشتركي معايا، اشتركي في القناة عشان يوصل لك كل جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهم حاجة صلوا على النبي ويزيدوا النبي صلاة. وكل اللي تخش عندي تصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. مش لازم كل يوم بقى يعني نضيع اليوم كده في أكلة. احنا عملنا الأكل العدس وعملنا البصارة وعملنا كل حاجة. لازم في وسط الأسبوع تجيبي أكلة حلوة للولاد، تجيبي فرخة، تجيبي نص كيلو لحمة، تجيبي كيلو لحمة. يعني مش هنصوم بقى عن اللحمة عشان هي غالية والفراخ عشان هي غالية مش هنصوم عنها، لا طبعا. لازم ناكل ونبر نفسنا ونجيب للأولاد، وعشان الأولاد ياكلوا ويتغذوا فلازم فغصب يعني لازم نجيب. مش هنصوم عن اللحمة والفراخ، مش كده ولا ايه؟ على رأي الفنان فؤاد المهندس. استودعكم الله، اشوفكم في فيديو جديد، مع ألف سلامة.